يعني الواقع أن الإنسان بمجرد أن تمر بضائقة بناء خلاص الدنيا صارت سوداء بعينه. لا، يقول تفأل بالحياة وما تدري أنت في أي لحظة يهبط عليك الفرج، في أي لحظة. يعني قد يأتيك الفرج من حيث لا تحتسب. يقولون المؤرخين ملك صقلية، هاي الجزيرة المعروفة، ليلة من الليالي أرق، صار عنده أرق، يريد ينام ما يقدر ينام، يريد ينام ما يقدر، يحاول أن ينام ما يقدر. كانت عنده عادة إذا مرت بها الحالة يودي ورا ندمانه يحضرهم، يتسلى بحديث، يتسلى بقصة. ودى ورا ذولا أحضرهم، كرهتهم نفسه، كل واحد إجا يما ما يقبله، ما يريد، يعني ما اشتهى هالجلسة أبدا. قالهم الندمان قوموا، أنا ما مرتاح إلى وجودكم. قام يتمشى، ما استطاع يهدأ أبدا. صاح إلى صاحب البحر، يعني اللي إلى علاقة بالقوارب وبالسفن، قال له حضر لي سفينة أحشتهي أتمشى أطلع بالبحر. فعلا حضر له سفينة، ركب وطلع وأخذوه بالمجاديف إلى أن توسط البحر، وإذا بيسمع صوت ضعيف: يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، ويكررها. قال لهم شوفوا لي مصدر الصوت. قالوا له من هنا. أمر الغواصين اللي قال لهم انزلوا. نزلوا وإذا رجل يصارع الموج، يصارع الموت. أخذوه شالوه، جابه، قال له ما الخبر؟ قال له والله أنا أبحرت أمس بالليل، أبحرت أريد أروح في طريقي إلى مقصدي، وانكسر بنا المركب وظليت أصارع الأمواج ما أدري، وأصيح يا غياث المستغيثين، هاي ما عندي إلا هذا. هذا في حد ذاته هو اللي سبب لي الفرج. قال له سبحان من أرقك في قصرك، سبحان اللي خلاك ما تنام وما تهدأ وتطلع حتى تنقذني. فالواقع الإنسان ما يدري متى يأتيه الفرج.